السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ان شاء الله هنعمل النهاردة نوع بطاطس كده سناكس. بس قبل ما أبدأ الفيديو، يا ريت لو مشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. هجيب على النار كده مية سخنة، وهنزل بست حبات بطاطس متوسطين او 5 حبات كبار، وهنزل بفصين توم وورقتين لوري، وهنزل بمعلقة ملح صغيرة وفصين حبهان. هسلق البطاطس لحد ما تستوي خالص معايا، علشان البطاطس دي انا هعملها بيوريه كده زي ما انتم شايفين. ههرسها بالشوكة، هخرج بس الهواء السخن اللي فيها والبخار بتاعها. انا هحط بيض علشان البيض ما يجمدش معايا. هعملها زي عجينة كده. هيبقى معايا بيضتين، هاخد الصفار بتاع البيضتين بس، وهسيب البياض. هنشوف الاخر هنعمل ايه. هحط عليها معلقتين بصل مبشورين. لو انت عاوزه تستبدلي البصل المبشور ده ببصل بودر مفيش مانع. هنزل بصفار بيضتين زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى اعجن فيها كويس لحد ما البطاطس تدوب معايا خالص. انا عاوزاها بيوريه لحد ما تنزل، يعني انا هعملها في كيس الحلواني تنزل بكل سهولة كده من الكيس. عاوزاها زي الكريمة كده. هحط بقى البهارات بتاعتي، اي بهارات متوفرة عندك اللي انت حابة تحطيها، يعني النكهات اللي انت حابة تحطيها. بس انا هستكفي بس. انا حطيت البصل فريش. هحط بقى التوم باودر، وهحط فلفل اسود وملح. ده كده اللي هحطه في العجينة دي، لان انا كده لسه هغلفها ببهارات وحاجات تانية كده هعملها معاكم، وبقسماط وحاجات. ان شاء الله تكملوا معايا الفيديو للنهاية كده، ونشوف هنعمل الخلطة بتاعتنا اللي هنقلي فيها البطاطس هتكون شكلها ايه. هحاول كده اعجنها كويس زي ما انتم شايفين. لو البطاطس سخنة معايا هتجمد البيض فيها. هجيب بقى كيس حلواني او كيس تلاجة، واعمله كده، اعمله فراغ من الجنب. علشان انا عاوزة انزلها على هيئة كده زي ما بتعملوا بلح الشام. بس انا هنزلها كده على صينية علشان اسيبها احطها في الفريزر كده حوالي نص ساعة او ساعة لحد ما تبدأ تتجمد معايا. مش مهم الشكل معانا يطلع منتظم او لا، احنا كده كده واحنا بنحمرها هنسويها مع بعض. هكمل الكمية بنفس الشكل كده، وهحطها في الفريزر لمدة ساعة او نص ساعة على حسب ما الدرجة بتاعة الفريزر بتاعك. هجيب بقى هنا البياض بتاع البيض. هنا انا استخدمت بيضتين في الوصفة دي. اخدت الصفار حطيته في العجين من جوه، والبياض بس هحط له معلقة فلفل اسود صغيرة علشان الزفارة بتاعة البيض. هجيب بقى بقسماط. عندي بقسماط اللي هي الجاهزه دي. لو مش متوفره عندك بتجيب البقسماط العاديه خالص، وتحط لها بقى البهارات بتاعتك اللي هي الملح والفلفل والكمون والثوم البودر والبصل البودر. برضو انا هعمل الدقيق زي ما انتم شايفين كده. الدقيق عندي مش متبهر، هبهره برضو الاول كده علشان اديها النكهه. هحط ملح وفلفل وكمون، وهحط البهارات بتاعت الفراخ دي، وهحط بابريكا، وهحط ريحان كمان مجفف. هقلب كل الكلام ده مع بعضه كده لحد ما الخليط كله يتجانس مع بعضه. علشان انا هجيب البطاطس من الفريزر وانا بحمرها، احطها الاول في الدقيق زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وهرجع احطها في بياض البيض. البطاطس بعد ما قعدت الساعه بتاعتي في الفريزر انا جبتها وقطعتها زي ما انتم شايفين كده. حتى لو مش مظبوطه معاكم احنا بنحاول نظبطها كده شكل واحد، زي نظام الكفته كده. هحطها في الدقيق الاول، واخدها من الدقيق احطها في بياض البيض زي ما بنعمل مع اي حاجه بنحمرها، واحطها في البقسماط. هكمل الكميه كلها كده بنفس الشكل ده. وهرجع لكم تاني نشوف هنحمرها ازاي. هجيب بقى زيت غزير على النار، هسخنه كده. في الاول هسيب النار عاليه لحد ما يسخن، وبعد كده ههدي النار خالص علشان تتحمر من بره وتستوي برضو من جوه، لان هي فيها بيض. لازم كده نسويها اقل حاجه 5 دقايق على النار. هحاول كده اقلبها على الاتجاهات كلها بحيث ان هي ما تتحرقش من ناحيه وناحيه تانية لا. وبرضو في نفس الوقت علشان التسويه بتاعتها هكمل كل الكميه اللي انا عملتها بنفس النظام ده كده. بصراحه الريحه ما اقولكوش جميله. دي كانت الوصفه بتاعتنا النهارده، يا رب تعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.